السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة إن شاء الله من برنامجنا من هنا نبدأ. الموضوع الجديد حيكون إن شاء الله مواصلة للقواعد الذهبية اللي سبق وذكرت، حتكون سلسلة إن شاء الله من القواعد. اليوم كذلك حأتناول واحدة من أهم القواعد الذهبية في تربية الأبناء. أتذكر ونحن صغار وحتى أبنائنا ونشاهد يمكن كرتون للأطفال اللي هو الأرنب وأبنائها الصغار، وحقيقة هذه القصة يعني الصغار هم يشاهدوا الفيلم أو الكرتون، لكن ما فيه من الدروس اللي هي مسألة اللي كيف الأبناء يسمعوا كلام الأم أو كيف ينضبطوا بتعليمات الأسرة. نرفع الشعار دائما نحن كتربويين، نعم للنظام لا للعشوائية. هذه واحدة من أهم القواعد التربوية، موضوع وضع ضوابط للبيت، موضوع وضع ضوابط ويكون هنالك قانون ونظام للبيت. في نقاش مع طالبة في المرحلة الثانوية وتقول لي يا أستاذة، وأنا كنت في الفترة اللي أنا مرشدة تربوية، جاءتني في المكتب في قسم الإرشاد التربوي في المدرسة، تقول لي يعني أنا في البيت وأهلي ياخذوا مني الجوال وأصدقائي وزميلاتي، يعني الأسرة ما في عليها قيود يعني. فسألت السؤال، قلت طيب يا بنتي أنت في المدرسة، هل المدير أو إدارة المدرسة تسمح لك بدخول المدرسة ومعك التلفون أو الجوال يعني؟ فقالت لا. طيب أنت مسموح لك تجي أنت تغيري ملابس يعني ما يعجبك، هل مسموح في المدرسة؟ طالبة تجاوب لا. وذكرت لها عدة أشياء، يعني ما هو مسموح في المدرسة، ما هو ممنوع، ما هو مقبول، ما هو غير مقبول. فطيب إذا كانت المدرسة بهذه النظام وهذه القواعد وهذه الضوابط، يعني إيش ما هو العيب على البيت يكون يعني عندها قيود وعندها ضوابط وعندها نظام؟ من باب أولى البيت هو المكان، الأسرة هي المكان، النواة الأولى اللي يتربى فيها الطفل. فكان نقاش منطقي وحوار بيني وبينها، فقالت صحيح، يعني أنت لما تكبر وتصبح أم حتسمح أبنائك يفعلوا ما يريدوا أو يفعلوا ما يشاءون؟ قالت لا. طيب هي نفس الطريقة. فحقيقة نحن أبنائنا بهذا الأسلوب الهادي والنقاش، لو نحن جلسنا معهم وحاورناهم ندع ضوابط للبيت، هذه الضوابط تكون مقننة، تكون ضوابط منظمة، ضوابط مفهومة، ضوابط يعني فيها مساحة من أن الطفل يشارك في وضعها. مثلا نأخذ مثال يعني عمل الواجبات المدرسية، نجلس أنا كأم والأب نجلس مع بعض والأبناء كلنا، متى لابد نحن نخلص الواجبات، كل طالب أو كل طفل كل ابن في البيت يكتب الوقت اللي هو يخلص فيه واجباته. هذه الضوابط اللي هي تكون منظمة وتكون مشاركة من جميع أفراد الأسرة وتكون منطقية، وأقصد بالمنطقية أن تكون تتناسب مع عمر الطفل. يعني ما ممكن أنا أدع عليه ضوابط وقوانين ولطفل عمره 5 سنوات بنفس المستوى لعمر 16-17 سنة. فحتى تكون هي منطقية ويكون يعني سهل التعامل معها ويكون في تفاعل وفي رضا ما بين جميع أطراف العائلة والأسرة، لابد تتقيد بهذه الأشياء اللي ذكرناها، تكون هي منطقية وتكون يعني منظمة وتكون ثابتة ويشارك فيها جميع أفراد الأسرة. طيب ما هي فائدة هذه الضوابط؟ يعني ما خلاص كل واحد يعمل اللي هو يعني في مزاجه وتكون في حرية، يعني ما يكون في تقيد أو قيود، يعني لأنه هذه الضوابط بتساعد إنه ما يكون في مشاحنات، أول إنجاز العمل بأقل جهد، يعني بأقل من يعني ما يكون صراخ ومشاحنات ودواج، أنت ما عملت وأنت ما فعلت. عادة نحن نلاحظ الأخوة اللي عندهم والأخوات
اللي ما شاء الله عندهم أطفال، يعني عدد كبير من الأبناء، تلاحظي دائما كل واحد يقارن من الثاني، كل واحد يقول فلان ما فعل، فلان ما يعني. هذه أشياء طبيعية وتحدث حتى في ظل الضوابط، لكن هذا النظام والضوابط في البيت في الأسرة بتقلل من هذه المشاحنات وهذه المشاكل، وتجعل انه العمل يكون ممتع، وكل ابن عايز ينجز عشان هو ياخذ قسط من الراحه، اذا كان باللعب مع اصدقاء او مشاهده بعض اللي هي البرامج المحببه بالنسبه للطفل. طيب ما اهميه هذه الضوابط؟ حقيقه ما اهميه هذه الضوابط؟ تعلم الطفل انه ما هو يعني حدود ما معنى الحريه والقيود. وأنا لاحظت في القصة اللي ذكرتها مع الطالبة، يعني حدودك أنت في البيت مثلا، إذا كان عندنا ضابط لاستخدام الجوال من الساعة كم لكذا، هذه تعلم الطفل ما هو معنى الحرية ومعنى ما معنى القيود، وكيف نكون إحنا في ظل هذه القوانين والضوابط نكون حياتنا تكون سهلة، تكون أهميتها تجعل بيئة البيت تكون سلسة وإيجابية. يعني ما يكون يعني على طول اليوم الأم تصرخ، الأب يزعل، يعني الأخوان يضربوا بعض، وكل واحد يعني يكون معتمد على الثاني. تقلل من هذه الاتكالية والإهمال بين الأبناء. الشيء الثاني بتساعد على إنجاز الأعمال، وتساعد على اللي هي التخلص من بعض السلوكيات الغير مرغوبة. يعني بعض الطلاب تجد أنه عنده مثلا واجب مفروض يعمل لما يرجع البيت، فإذا كان في ضابط أنه مثلا عمل الواجب في الساعة المعينة، بتعود الطفل أو الطالب أنه يعمل واجباته بشكل سريع وبشكل مرتب، ويكون عنده برامج أخرى. في نفس الطريقة يعني من أهميتها تعلم الأبناء احترام النظام واحترام القانون. يعني وهذه واحدة من اللي نعتبرها يعني من المعضلات ومن الكوارث الكبيرة جدا في المجتمعات. يعني لما المجتمع يكون في انفلات، ما يكون في انضباط، بتؤدي إلى أحيانا وتؤدي إلى حروب ومشاكل على مستوى الدول. يعني فما بالك يعني في الموضوع هو موضوع تربية الأبناء على هذا النظام، على هذه القواعد، تجعل هذه يفهم الطفل ما مع يعني حدود الحرية، ويقيد الحرية إنه هي ما يكون الأمور الحياة كلها ما تكون سائبة. فهذه من الأشياء من أهميتها تجعل هذه بيئة البيت تكون بيئة إيجابية، بيئة فيها تفاعل، تحمل المسؤولية، تعود الطفل على تحمل المسؤولية. وهذه واحدة من أهم القواعد اللي يعني نحن نربي أبنائنا عليها، أنه يتحمل المسؤولية. يعني وديننا أمرنا بهذا الأمر، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. النقطة الأخرى اللي هي تعود الطفل إنه يعني في المستقبل يعني ما يأذي الآخرين. يعني مثلا حتى الطفل هو في فريق الكورة، يعني الطلاب يلعبوا، فإذا هو تربى على هذا النظام، هذه القواعد، يعرف متى حدودهم. يعني ما يكون أنا مثلا لاعب، إذا كابتن الفريق أمر إن أنا أخرج من مثلا في الشوط الأول والشوط الثاني، فأنا أتغير بهذا النظام. يعني النظام بيجعل حياة الإنسان يحترم الآخر، يقلل من المشاحنات ومن المشاكل، يجعل التواصل مع الآخر بيكون بطريقة سلسة. يعني يعلم الطفل أسلوب الحوار، أسلوب الإقناع، وهذه من المهارات الهامة جدا. يعني الطفل يعني إذا نحن في البيت ما علمنا هذه المهارات الحياتية، حتكون حياته في الخارج حتكون فيها كثير من المشاكل الاجتماعية، ما حيكون يعني حتى ما حيستطيع إنه يعمل علاقات طيبة مع الآخرين، حيكون هو يعني طفل مكروه منبوذ، الكل يهرب منه نتيجة لهذا السلوك الخاطئ. طيب النقطة الثانية اللي هي في موضوع القوانين، حتى تأتي ثمار، حتى هذه القوانين يكون لها فاعلية، لابد أول يكون في متابعة. يعني أنا ما أدع قانون في البيت وأتركه هكذا، لا، لابد تكون في متابعة، ونحن نكون قدوة كأولياء أمور. يعني الأم والأب والإخوة الكبار يكونوا هم قدوة في تنفيذها. يعني ما معنى الكبير جالس في البيت وما ينجز أعماله ويأمر الصغير يعمل أشياء؟
فيعني حتى لا ينطبق علينا كبر مقتلا أن تقولوا ما لا تفعلون، ولا تنهي عن فعل وتأتي بمثله. فتكون هي يكون فيها نحن نكون قدوة متابعة، تكون فيها التوجيه فيها بطريقة إيجابية. يعني أنا مثلا أنبه ابني عن أنه يعني يلتزم بالأشياء القواعد داخل البيت، لكن بطريقة تكون إيجابية، بطريقة فاعلة، ما يكون في أسلوب اللي هو أسلوب اللي هي الطريقة اللي فيها تهديد، أو أنت ما فعلت، أنت شايف أخوك، أقارنه مع الأخوة الآخرين وكذا. يعني في نفس في الجزء في المتابعات كذلك لازم يكون في مراعاة للفروق بالنسبة للأعمار. يعني أتعامل مع الطفل بأسلوب وبكلمات غير أن أتعامل مع الكبير. يعني يكون أسلوب الحوار وأسلوب المتابعة وأسلوب حتى تطبيق الضوابط نفسها يختلف من عمر لعمر. يعني عمر 5 سنوات غير عمر 17-16 سنة. يعني النقطة الثانية اللي هي من ضمن الأشياء اللي تجعل هذه الضوابط تكون مستمرة ومثمرة اللي هي موضوع المكافأة. يعني اللي مثلا الآن خاصة هذا الأسلوب في أسلوب يكون مناسب للصغار، اللي أنجز مثلا يكون عنده 5 نجمات 3 نجمات مكافأة، يلعب مع الآخرين وكذا. يعني حتى تكون هذه القواعد مفيدة ومثمرة زي ما ذكرت، لابد أن تكون يعني متابعتها، نكون نحن قدوة في تنفيذها، الالتزام، المكافأة، الأسلوب التشجيع وليس يعني أسلوب اللي هو المنفر. فهذه الأشياء زي ما ذكرت نحن دائما شعارنا نقول نعم للضوابط وللنظام ولا للعشوائية، لأنه نحن نربي أبنائنا هذه القواعد الأساسية اللي من خلالها يتربى الطفل وهو يحترم ويعرف حدوده، وبالتالي نحن نكون خرجنا أبناء يعني يتحلوا بهذه الصفات، يكونوا هم يعني يكونوا هم إضافة في هذا المجتمع ويكون لهم دور إيجابي في المجتمع. وهذه مسؤوليتنا إحنا في المقام الأول. إذا كنا نحن كبار يعني الآن حتى في الشارع في إشارة المرور قوانين الدولة، نحن الكبار نتقيد بهذه، واحترامنا لهذه القوانين من باب أولى ومن الأولى نحن نطبق هذا النظام وهذه هذه اللوائح والانضباط داخل البيت، لأنه أساس التربية هي الانضباط. يعني الانضباط يعتبر واحدة من الأساسيات ومن القواعد الأساسية اللي نبني عليها هذه تربيتنا لأبنائنا. وحتى في حياتنا العامة الآن حتى نحن نبني مبنى معين، لابد يعني هذا المبنى يكون مقيد بضوابط معينة، بنوعية المواد اللي حينبني من هذا المبنى. فإذا كان هذه في الأشياء المادية فنحن من باب أولى، وكما يعني أمرنا في المقام الأول ديننا هو يأمرنا بهذه القواعد وبهذا الانضباط حتى تكون حياتنا سهلة يسرة وننعم بالتعاون والعيشة الكريمة مع الآخرين. كما ذكرت هذه القواعد أهميتها تعود بالنفع في المقام الأول على الأبناء نفسهم. يعني الابن يتربى وهو يتحلى بهذه القواعد وهذا النظام ويكون شخص منضبط. يعني والفائدة الأخرى تعود على المجتمع وعلى الأمة بأكملها. فعندنا 3 أشياء اللي هي فائدة للابن، يكون ابن منضبط، ابن يحترم القوانين، يعرف حدوده، وفي نفس الوقت ينعكس هذا السلوك في الخارج مع زملائه في بيئة المدرسة، ويعيش الطفل في بيئة آمنة. لأنه هو هدفنا إحنا أساسي نحن نربي أبنائنا حتى يعني يعيشوا في حالة استقرار، انسجام، توافق مع نفسهم ومع الآخرين. فنكون نحن في الخاتمة أنا يعني أناشد أو أذكر نفسي وكل أخواني وأخواتي المشاهدين، نحن نكون قدوة حسنة في تطبيق هذه القواعد، هذا النظام داخل البيت. ولأن البيت هو أساس يعني تربيتنا داخل بيتنا هي أساس تنعكس في المجتمع. فحتى يكون الفائدة يعني
عامة للجميع، نحن نكون قدوة فيها ونربي أبنائنا بهذا النظام بهذه القواعد حتى يكونوا هم يعيشوا في بيئة سلام وآمنة مع غيرهم. هذه كانت ضمن قواعد اللي هي الذهبية، هي موضوع الانضباط. نعم للانضباط لا للعشوائية. ونكمل إن شاء الله يعني في سلسلة في حلقة أخرى، لأنه زي ما ذكرت أنا في بداية الحلقات هي القواعد الذهبية هي مجموعة من مواضيع، هي سلسلة من المواضيع إن شاء الله كل مرة نناقش فيها موضوع واحد. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إن شاء الله نلقاكم في سلسلة أو في موضوع آخر ضمن سلسلة القواعد الذهبية. إلى أن نلقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.